واش كتعرف شنو كيوقع العقد الشغل ديالك الا تبدل مول الشركه؟ واش غيبقى مطبق ولا غيضيع؟ وتخيل تخدم في شركه كبيره وقرروا يدمجوها ويدخلوها مع شركه اخرى، شنو المصير ديال حقوقك؟ واش الا داروا لك الانتقال من فرع لفرع غيبقى عندك نفس الحقوق والمكاسب ولا كاين شي تغيير؟ وشنو هي الالتزامات اللي خاص المشغل الجديد يلتزم بها تجاهك الا ورد الشركه او لا شراها؟ وسول راسك سيدي ايضا، واش الاجير اللي عنده عقد غير محدد المده عنده حقوق اكثر في هذه الحالات مقارنه بواحد عنده عقد محدد المده؟ خليك معنا وما تمشيو فين، راه اليوم غنجاوبوكم على هذه الاسئله. سيادنا مرحبا بكم والسلام عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم من حقك تعرف حقك. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيدخل في حياة بزاف ديال المغاربة اللي خدامين في الشركات والمقاولات او لا حتى المحلات، واللي كيطبق عليهم قانون الشغل. شنو كيطرى العقد الخدمة ديالك الا تبدل مول الشركة ولا داروا ادماج مع شركة اخرى ولا حتى الا قرروا يبيعوها؟ واش الحقوق ديالك كتبقى مضمونة؟ واش كاين شي تغيير في الاجره، الخلصات، التعويضات، العطله؟ كيفاش القانون المغربي كيدير يحميك؟ واش المشغل الجديد كيتكفل بجميع الالتزامات ولا غيبدا معك صفحه جديده؟ هاد الحلقه غادي تجاوبكم على كل هاد السؤالات وتزيدك معرفه بحقوقك اللي يمكن تكون كتشوفها لاول مره. خليك معنا لان حقك اولى وماشي سهل يتضيع. وسيدي، اذا وقع شي تغيير في الشركه اللي كنخدموا فيها، مثلا الشركه تباعت او ولات تحت ملكيه جديده ديال شي واحد، ولا المحل اللي كنخدم فيه حتى هو تباع، ولا مولاه مات وتورثوا شي وحدين اخرين، كيفاش كتاثر هاد التغييرات على العقد ديالي وعلى حقوقي كاجير انا كخدام؟ ايوا هذه سيادنا من المواد المهمه اللي هي الماده 19 اللي كتحدث على تغيير الوضعيه القانونيه للمشغل. وهذه بزاف ديال المغاربه ما كيعرفوهاش، لانها هذه الماده اللي كتخص الحقوق ديال الاجراء في حال حدوث تغيير في الشركه، في المقاوله، في المحل. القانون كيقول باللي في حاله ما اذا وقع تغيير في الوضعيه القانونيه ديال المشغل كيف ما كان السبب، بحال الارث، البيع، الادماج، يعني جوج ديال الشركات ولاو مع بعضياتهم، او الخصاصه، كلشي العقود ديال الشغل اللي كانت مطبقه حتى التاريخ ديال التغيير كتظل باقيه بين الاجراء والمشغل الجديد. يعني المشغل الجديد اللي كيخلف المشغل القديم في كل الالتزامات ديالو تجاه الاجراء كيبقى ملتزم بها، بحال الخلاص ديالهم، التعويضات على الفصل من الشغل، العطله اللي كيتخلصوا عليها وغيرها من الحقوق الاخرى. غنفصل لك الماده باش تفهم اكثر. اولا، تغيير المشغل كما قلنا اما بالارث، البيع، الادماج، الخصاصه. مثال، اذا كان عندك عقد شغل مع شركه معينه وهاد الشركات تباعت لمجموعه اخرى، فالمشغل الجديد كيكون ملزم باش يحترم جميع الالتزامات تجاهك كخدام. مثلا اذا كانت عندك انت مستحقات ماليه بحال الخلاص او التعويضات على الفصل، المشغل الجديد هو اللي غادي يخلصهم ليك. هاد الماده مهمه حيت كتحمي الاجراء بحاله ما اذا وقع شي بيع او تغيير في ملكيه الشركه، باش ما تحسش بالخوف اذا تغيرت الاداره، لان حقوقك غادي تبقى ديما محفوظه. ثانيا، والهدف ديال هذه الماده هو الحق في الحفاظ على نفس الحقوق بعد ما تغيرات المحل او المقاوله او الشركه. اذا كان عندك عقد شغل غير محدد المده وتم النقل ديالك مثلا من قسم لاخر او فرع اخر في الشركه او حتى لشركه اخرى تابعه للمجموعه، كيحفظ لك القانون جميع الحقوق ديالك اللي كانت موجوده في العقد الاول، بحال الخلاص، المزايا اللي كنت كتحصل عليها اذا كنت خدام مثلا في فرع من فروع شركه كبرى وتم النقل ديالك لواحد الفرع اخر او حتى لقسم اخر داخل نفس الشركه، فراه سيادنا حقوقكم وامتيازاتكم اللي كنتوا كتمتعوا بها في الاول غادي تبقى ثابته، الا اذا تم الاتفاق بينك وبين المشغل الجديد على تحسين الوضعيه ديالك وزياده المزايا اللي كنتي كتحصل عليها. اذا سيدي، اذا كان المحل تباع او وقع شي تغيير في الملكيه ديالو، واش المشغل الجديد
غادي يقدر يغير شي حاجة في العقد ديالي. ايوا اذا كان التغيير بسبب الخصاصه او تغييرات الملكيه ديال الشركه كما قلنا سيادنا وركزوا على هذه القضيه، راه المشغل الجديد كيلتزم باش يحترم جميع الشروط اللي كانت في العقد الاصلي ديالك. ما يمكنش يغير لك الخلصه او الحقوق الا اذا اتفقتي معاه باش تحسن الوضعيه ديالك. يعني الا لا، الا كنت مرتاحه في العقد الاول وما كانش شي مشاكل فحقوقك غادي تبقى كما هي. خلاصة المادة سيادنا كتقول باللي إذا وقع شي تغيير في الوضعية القانونية ديال الشركة سواء بسبب الإرث أو البيع أو الخصاصة أو الإدماج، العقد ديالك كيبقى مطبق والمشغل الجديد يتحمل نفس الالتزامات تجاهك بحال الأجور والتعويضات. وحتى إلا انتقلتي لشي قسم آخر داخل نفس المؤسسة حقوقك تبقى محفوظة وما يمكنش يغيروها إلا إذا اتفقتي مع المشغل الجديد ديالك باش يحسن الوضعية ديالك. واش يقدر المشغل الجديد ينقص من حقوق الخدامة اللي ورثهم على المشغل اللي كان قبل منه؟ لا، المشغل الجديد ملزم قانونيا باحترام جميع الحقوق والاكتسابات اللي كانوا عند الخدامة مع المشغل القديم حسب المادة 19 كما قلنا من مدونة الشغل. يعني الأجرة، العطل، التعويضات ما خاصهمش يتبدلوا، وإلا كيحق الأجير أنه يرفع دعوى قضائية. إذا تبدل مول الشركة ولا المحل وما خلصنيش وما عطانيش التعويضات ديالي شنو ممكن ليا ندير؟ إذا ما خلصكش وما عطاكش التعويضات ديالك خاصك تقدم شكاية عند مفتشية الشغل، وإلا ما كانش حل غادي ترفع دعوى قضائية عند المحكمة المختصة باش تطالب بحقوقك. وكما قلت لك نوع في وسائل الإثبات لأنهم غيفيدوك قدام المحكمة. والمشغل الجديد راه ملزم كما قلت لك بالتكفل بجميع الالتزامات تجاهك اللي كانت على المشغل اللي قبل منه. واش عندي حق نرفض النقل لفرع آخر للشركة إلا حسيت أنه غادي يضرني؟ أييه سيدي، إلا كان النقل غادي يضر بحقوقك أو وضعيتك المهنية في الخدمة من حقك ترفض النقل. خاصو يكون مكتوب في العقد أو لا يتم بالموافقة ديالك، وإلا يمكن ليك أنك تعترض قانونيا. إلا المشغل دار إدماج مع شركة أخرى واش خاصهم يعطيو الأجراء ديال الشركة الأولى عقود جديدة؟ لا، ما خاصهمش يعطيوهم عقود جديدة حيت المادة 19 كتقول لنا على أن العقود القديمة كتبقى مطبقة وسارية المفعول. أي تغيير خاص يكون بالاتفاق بين الطرفين ويشترط الحفاظ على الحقوق اللي كانت قايمة. واش التغيير في المكان ولا في المهام كيأثر على الأجرة ديالي؟ أي تغيير كيف ما كان ما خاصوش يأثر على الأجرة والخلصة ديالك، حيت التغيير في المهام ولا المكان خاصو يحترم الحقوق المكتسبة ديالك. إلا وقع تغيير كيأثر بالسلب على الأجرة ديالك وكينقص منها يمكن ليك تعترض أو تطالب بالتعويض. إلا الشركة تبدلات وترضوني بلا سبب معقول شنو هي الخطوات القانونية اللي يمكن لي ناخدها؟ اولا غادي تقدم شكايه عند مفتشيه الشغل، وإلا ما كانش حل غادي ترفع دعوى قضائيه عند المحكمه وتطالب بالتعويض عن الطرد التعسفي وفقا للقانون. كيفاش يمكن للخدام يتأكد أن المشغل الجديد ملتزم بجميع الحقوق والواجبات والمسؤوليات ديالو؟ الأجير سيدي خاصو يراجع العقد ديالو ويتأكد أن جميع الحقوق والمكتسبات ديالو ما تبدلاتش. يقدر يسول مفتشية الشغل ولا يستشير مع محامي متخصص في الشغل في أي حاجة تلاقى فيها أنها نقصات ولا عنده نزاع مع المشغلين الجداد. إلا بغى المشغل ينقلني من بلاصة أخرى لبلاصة أخرى وطرالي خلاف معاه واش يمكن ليا ندفع شكاية بلا ما نعرض العقد ديالي للخطر؟ أييه سيدي، عندك الحق تقدم شكاية عند مفتشية الشغل بلا ما يتعرض العقد ديالك للخطر، حيت القانون كيحميك من أي إجراء انتقامي يبغي ينتقم منك به المشغل. وشنو هي سيدي الحالات اللي يمكن فيها الأجير أنه يطالب بتعويض إضافي إلى تغيير طبيعة الخدمة ديالو؟ يمكن ليك سيدي أنك تطالب بالتعويض إلى المهام الجديدة قل من المستوى ديالك، أو النقل أدى أنه التكاليف جديدة عليك، ولا أن الوضع الجديد أثر عليك وعلى الخلصة ديالك أو العطل والراحة ديالك. واش إلا تبدلات سيدي الشركة والمحل أو المقاولة كما شرحت لينا، واش الأجير اللي عنده عقد غير محدد المدة عنده حقوق أكثر في هذه الحالات مقارنة بواحد عنده عقد محدد المدة؟
أيه سيدي، الأجير اللي عنده عقد غير محدد المدة كيكون عنده حماية قانونية كبر، خصوصا في حالات الفصل أو النقل أو الإدماج كما شرحنا لكم. أما الأجير اللي عنده عقد محدد المدة، الحقوق ديالو كتكون مرتبطة بالفترة الزمنية فقط اللي متفق عليها في العقد، وكتسالي مع نهاية هذه المدة. وخلاصة الأمر سيادنا، إلا لقيتي راسك في شي حالة بحال هذه، ديما رجع للقانون وشوف شنو كيتقال في المواد 19 وما بعدها من مدونة الشغل، وما تخليش حقك يضيع، حيت القانون كيدافع عليك، ولكن خاصك تعرف كيفاش تستعملو. وبهكذا سيادنا غنكون وصلنا لنهاية الحلقة ديال اليوم، وفهمنا كيفاش الحقوق ديالك اودي كتبقى محمية حتى في الحالات اللي كيتغير فيها المالك ديال الشركة ولا المحل او المقاولة او لا الانتقال ديالك. وإلا كنتي خدام في شي شركة وتغير صاحبها او تم الدمج ديالها مع شركة اخرى، راه جميع الحقوق ديالك كتبقى مطبقة، وهذا الشيء اللي كيعني انه ما يمكنش يضيع عليك حتى حق، أو سواء تعلق الأمر بالخلفة ديالك أو التعويضات أو لا حتى العطلات. إلا استفدتوا سيادنا من هذه المعلومات المهمة، خليو لينا لايك وشاركوها مع أصحابكم باش جميع الناس يعرفوا حقوقهم. وما تنساوش تكتبوا لنا تعليقاتكم إذا كان عندكم أي تساؤلات، وحنا ديما هنا باش نجاوبوكم. وإلا كنتوا بغيتوا تعرفوا أكثر وتبقاو متابعين لأهم المواضيع القانونية اللي متعلقة بالخدمة في المغرب وتنميتكم اليومية، ديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وخليوا بالكم ديما، راه من حقكم تعرفوا حقكم.